لافي الغيداني له قصة عجيبة وقصيدة من أجمل ما قيل في الشعر. لافي كان وكيل رقيب في قطاع عسكري، والله ما أدري وشان، هو كان دورية وكان عندهم جنود، الجنود يمسكون خفارات. المهم وقت العشاء يجتمعون، وكان فيه ولد صغير جندي ويمسك خفارة، وحانه لافي ويسأله: وراك استعجلت في الوظيفة أو كذا، أو هو شكل لافي. الولد: وش نسوي يعني، ما فيها الخيار هذا، لو أنا كملت دراستي يا لافي بن حمود تبي تدخلني الكلية؟ قال لافي: أبشر. قال مرة؟ قال مرة. الولد فصل وراح. لافي نسى الموضوع وراحت الأيام، أظنها فترة ما هي بقصيرة، من 4 سنين، وفيها بعدها اتصل الولد على لافي قال: يا لافي، أنت قلت لي كلمة يا أبو حمود. قال: أنت من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان، وقلت لي كلمة واليوم نسيت كلمتك يا لافي. قال: وش الكلمة؟ قال: كذا كذا. يقول يوم ذكرته لافي ما عاد يدري وش يسوي، أخذ يفكر. قال: تدري تجيني الصبح ويزين الله كل أمر، والأمر راح ليلة يفكر وهو يطري عليها الحميدي بن بتلة الله يرحمه ويسكنها الجنة. وعاد لافي يسند له قصيدة وهو رايح للحميدي بن بتلة هو وخويه ذا سايق جاهه عليه، راكب من فوق زين التغناج اللي على خشمه رموز الولاية جمسن، اليا منه مشى تقل ميراج من سرعته تختل وزن المراية، خشمه يعزل الريح تعزيل الأمواج، تعزيل سفن البحر له بحاية، ما يصير له عوق الهوى صلف وازعاج في مقدمه ضد الهبوب انحناية، مترفع بينه وبين الوطاصاج للغير والكرتين ركب حماية، واللي عطاله محتايف وبطناج حضن الحنون المستحق الرعاية، هبيه لا جتني هواجيس يفواج والكل منها يقول هذا سراية، نهجت منهاج ما هو بي منهاج يبعد عن صباحي مساية، واليوم جيت منحر عد هداج يروي ظما غيري ويروي ضمايه، يبوذ عار ونلبس من الفخر تاج للجمس واللي كلف الجمس رايه، يا شيخ أنا جيتك وأنا محرج إحراج فزاع واستفزعك لحدز ملايا، الشبل يدور له على يدك مخراج، الله لا يقطع رجاه ورجايه، قد قلت لك كلمة ولا عاد يحتاج، واليوم جاي يمي يدور وفايه، وما وفيت بكلمتي صرت هلباج، وانا ادري انه ما يسرك ردايه، يا سيفي اللي ذاخرك كل محتاج، افرح باصحابي واخوف اعدايه، للاك يا ابو ذعار ما جيت نهاج وشلون ما في معه وانت ورايا، سيفي اللي ذاخرك كل محتاج، افرح باصحابي واخوف اعدايه. حميدي بن بتلة ابدا يا ابو حمود، الرجال هذا اعتبر موضوعه منتهي، يجيني في الرياض السبت وموضوعه منتهي. ولافي من شعراء الجزيرة العربية الكبار اللي انا والله احد جماهيرهم ومحبينهم.